حبها الجمهور وهي طفلة. ناموا وصحيوا لقوها كبرت واتجوزت وطلقت 3 مرات، منهم مرتين في شهر واحد، وقال انه صعيدي وما يرضاش باللي بيحصل، وكلمة السر في انفصالهم كانت الخيانة. منى عرفة من مواليد 1999، اشتغلت في الإعلانات لفترة بدعم من والدتها، وأول دور لما كان مع الفنانة منى زكي في مسلسل السندريلا، وبعدها بسنة اختارها المخرج وائل إحسان عشان تشتغل مع الفنان أحمد حلمي. كان من المتوقع أن منى عرفة تكون من نجوم الصف الأول، لكن حياتها الشخصية أثرت على حياتها العملية بالسلب، واستياء الجمهور من منى كان بسبب ظهورها بملابس جريئة لما شافوا صورها مع علي غزلان. لكن العلاقة دي ما وصلتش للجواز، ويمسحوا صور بعد 2021 بارتباطها بالفنان محمود المهدي. ومع كتب الكتاب بدأت المشاكل عشان ينفصلوا قبل الجواز، وإنه كان رافض إنها تشتغل في الوسط وبعد أيام من الانفصال بيرجعوا بسنة 2022، بيحصل الانفصال التاني وبدون تفسير، وبيرجعوا تاني لمدة شهر ويتطلقوا للمرة الثالثة.